المنتخب الموزمبيقي يكشف ويفضح اللجنة المنظمة لشان أفريقيا بعد وجود أجهزة تصنت داخل غرف خلع الملابس والإقامة للمنتخب الموزمبيقي، وفضيحة في استقبال ثاني المنتخبات الحاضرة لشان أفريقيا وهو المنتخب الغاني بترجمة جوجل. السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة اكتشفوا في المقر الرئيسي للمنتخب الموزمبيقي أجهزة تصنت. تخيلوا بيتصنتوا على اللاعبين كأنهم مفكرين نفسهم في سكن عسكرية، بيتصنتوا على اللعيبة وبيعملوا ايه وبيتحركوا ازاي، مش مدين الأمان لأي حد. هما كده الناس دي بتشك في اي حد لدرجه انها ممكن تشك في نفسها. وكمان والنهارده مع استقبال الوفد الغاني من الطبيعي مسؤول من اتحاد الكوره ومترجم علشان يبدا يترجم مع المنسق الاعلامي للمنتخب الغاني ده موجود، ومسؤول الاتحاد الجزائري موجود، مش فاهم هما بيقولوا ايه، مش فاهم اللغه ولا مع المترجم، لدرجه في اثناء المؤتمر الصحفي التعريف ما بين الاثنين في المطار المسؤول المنتخب الجزائري الرفيع العالي المستوى ترجمه جوجل وبدا يسمع الكلام منها ويدخلها ويحاول يترجمه، ولما ترجمه ما كانش عارف يقراه وكانت فقره مضحكه. الإعلامي الجزائري في حالة انهيار. قال الإعلامي الجزائري بأن اللجنة المنظمة ما عندهاش علم بلغة المنتخب اللي جاي ومفيش أي حد مسؤول يقدر يستقبله وينسق معاه علشان يوديه مقر الإقامة. بطولة شكلها كده هتبقى مضحكة من بدايتها. بشكركم شكرا جزيلا. سلام عليكم.